بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بيكم في مطبخ سيل. النهارده هنعمل حلا القوالب الميني بالشعريه الباكستانيه. حاجه كده اتعلمتها من المطبخ السعودي. حلا بسيط وسهل وعجبني قوي. شكله عامل ازاي؟ شكله جميل وحلو وحاجه حلوه كده وبسيطه، ويا رب تنال اعجابكم. ولو عجبتكم متنساش الاشتراك في القناه. يلا بقى نشوف احنا عملناه ازاي. انا معايا هنا 300 جرام بسكوت و300 زيهم حليب محلى ولبن بودرة 300 جرام، ودي الشعرية الباكستاني، ومعانا شوكولاتة. أول حاجة أنا هحمص بس الشعرية. هي بص لونها عامل ازاي، لونها بني، يعني تحسوها متحمصة. أنا مكسراها، هي بتبقى طويلة، أنا مكسراها قطع صغيرة كده. هديها بس تقلبتين على نار هادية تتحمص معايا كمان شوية بالمنظر ده كده. هشيلها بقى واحط اللبن البودرة. هدي اللبن البودرة برضو تحميص، وما بياخدش وقت خالص. انا هكتب لكم المقادير بالظبط في صندوق الوصف. هو المقادير الشعرية كله 300 جرام. عايزة تقللي يبقوا 200 جرام 100 جرام على حسب انتي ما تبقي حابة، بس كلها تبقى مقادير واحدة. ده كده 300 جرام حليب بودرة. هحمصه بالمنظر ده، يعني لونه بس يغير، من غير سمنة ولا زيت ولا اي حاجة. لما يوصل معايا كده تنيكي تقلبي فيه، ما تشيليش ايدك لما تحسي ان لونه غير بالمنظر ده كده خلاص. هحط بقى اللبن البودرة 300 جرام، 300 جرام الشعرية الباكستاني، وده البسكوت اللي انا مستخدماه برضو 300 جرام، نفس الكوباية اهي لو تلاحظوا. بعاير كله بنفس الكوباية. انا عايرت البسكوت نفس الكوباية. انتي بقى استخدمي الكوباية اللي تريحك او الكمية اللي تريحك. الشعرية الباكستاني دي ممكن تلاقيها في اي سوبر ماركت كبير. وده الحليب المحلى المكثف 300 جرام برضو او 350 جرام. انا كنت حاطه القشطه لو احتجتها، لو الحليب المحلى المكثف ما قضاش، لكن هو قضى. هبدأ كده اخلطهم مع بعض. هي خدت العلبة الحليب المحلى المكثف. بصوا بالمنظر ده بقت جامدة ومتماسكة معايا. هقولك على بديل الشعرية، اللي هي الشعرية الباكستاني، عشان طبعا في كتير مش هتبقى موجودة في البلد بتاعته او في المكان اللي هو فيه. هي ممكن تلاقيها في اي سوبر ماركت كبير. انا هعبي القوالب دي، بس هقللها شوية عشان هحط شوكولاتة، يعني مش هاملاها لاخرها. طبعا ما عندكيش القوالب دي، هتعمليها كور صغيرة وتغطيها بالشوكولاتة. انا هعملها لكم بطريقة تانية، نفسها بالظبط، وبطريقة تانية بقى بالطريقة المصرية بتاعتنا. دي بالطريقة السعودي. انا كده مسيحة الشوكولاتة في حمام مية. انا كده مليت القوالب بتاعتي وسيحنا الشوكولاتة. هحطها على القوالب. ده بقى اللي بقى الكمية اللي بقت معايا عملتها كور، وهعملها بالمنظر ده وهغطيها كلها شوكولاتة للناس اللي ما عندهاش القوالب دي. بصوا انا دخلتها الفريزر جمدت عشان الشوكولاته تجمد معايا بسرعه. بصوا شكلها عامل ازاي، بجد تحفه، طعمها جميل. وهقول لكم على بديل الشعريه الباكستاني. ممكن نعملها بالكنافه. تجيبي الكنافه تحطيها في الفريزر وتكسريها حتت صغيره وتحمصيها. هعملها برضو معاكم. احنا عملنا الطريقه السعوديه او الطريقه الباكستانيه، وهعمل برضو معاكم الطريقه المصريه. حاجه كده سهله وبسيطه، ومش هتاخد وقت ولا مجهود. مع فنجان قهوة عربي بقى، مش عايزة اقول لكم. بس انا بطلعها كده، شكلها بجد حلو، طعمها جميل قوي. وهصب جنبها كمان فنجان قهوة عربي.
حاجة كده بعد الفطار تشربي فنجان القهوة مع الحاجة الحلوة دي بجد تحفة. حاجة بسيطة وسهلة. دي الشعرية الباكستانية يا جماعة. اهي. ولو ما لقيناهاش هنا في مصر، انا بقول بديلها الكنافة وتكسريها وتحمريها. لو وصفة النهاردة عجبتكم ما ننساش الاشتراك في القناة ونفعل الجرس. اللايكات. مع السلامة.